هنعمل النهاردة البيتي فور الناعم الدايب دوب بطريقة بمنتهى الأمانة أكتر من روعة. لو قارنته بتاع أفخم المحلات بتاعت بره والله أبقى بظلمه، وإن شاء الله هتجربوه والطريقة هتعجبكم جدا بإذن الله. هنسمي الله ونجيب معانا كيلو من الدقيق منخول طبعا كويس، وعليه كوباية ونص من السكر البودر، وكيلو إلا ربع 750 جرام يعني زبدة بحرارة الغرفة، وبيضة كاملة وبياض بيضتين وعليهم فانيليا طبعا. بس هي دي كل المقادير معايا. ومعانا بس كمان معلقتين كاكاو ومعلقتين لبن، دول عشان في جزء من العجينه، نص العجينه هنعمله بالشوكولاته. بجيب الزبده معايا والسكر البودر، الزبده وحراره الغرفه زي ما قلت لكم، وبضربهم كده بسلاح الكف اللي هو عامل زي الكده. بضربه كويس جدا مده لا تقل عن 10 دقايق لحد القوام معايا ما يزيد قوي كده واللون يبقى كريمي فاتح جدا. والخطوه دي مهمه جدا لان هي دي اللي بتخلي معايا البيتي فور يطلع ناعم جدا. بعد ما توصلي للون والقوام ده تديله حقه يعني قوي في الخدمه، لان ده هيأثر جدا على نعوميه البيتي فور. بتضيف البيضة وصفار البيضتين وعليهم الفانيليا طبعا بالتدريج، واحدة واحدة. ما ينفعش، التكنيك مهم جدا، ما ينفعش ادلق البيض كده كله مرة واحدة، العجينة هتبوظ معاكي. كل ما البيضة تختفي اضيف صفار البيض وهكذا عشان العجينة تفضل ماسكة نفسها معايا. بعد كده بعد ما بيختفوا بضيف الدقيق كده على مرتين، وما ببالغش خالص في الخلط. اول الدقيق ما بيختفي بضيف كمية الدقيق التانية وخلاص. اول العجينة ما بتلم ببطل عجن خالص. بجيب كده كيس الحلواني، وبجيب بصوا التب اللي هو على شكل نجمة، اللي هو اللي بيبقى مشرشر فيه سنون كتيرة ده، وكلهم باصين لفوق. بصوا شايفين شكله ايه؟ بقسم نص العجينة، بخلي نصها كده ابيض وبخلي نصها بالكاكاو. باخد معلقتين الكاكاو بدوبهم في اللبن. ومهم اول حركة دي، ما ينفعش نضيف الكاكاو ده كاكاو خام يا جماعة اللي هو بتاع الحلويات، ما ينفعش احطه ابدا على البيتي فور كده ابدا، يطلع معاكي البيتي فور مكتوم وسيء جدا. لازم ادوبه في معلقتين لبن وما يكونوش ساقعين، يعني معلقتين الكاكاو بدوبهم في معلقتين اللبن ده لنص العجينه. وزي ما قلت لكم خطوه اللبن مهم جدا، ما ينفعش تضيفي الكاكاو على العجينه كده ابدا. باخد الكميه كده، بحط حبه حبه كده في كيس الحلواني، ما بكترش عشان يبقى سهل على ايدي كده. وبجيب الصاجات، ما بدهنهاش لا سمنه ولا زبده ولا ورق زبده ولا اي حاجه، وبشكل كده وردات البيتي فور بالشكل ده. وبحاول ان ايدي تبقى مظبوطه كده تطلع معايا البيتي فور نفس المقاس. بعد ما بخلص الفانيليا بحط الشوكولاته برضو بنفس الشكل، شايفين بالشكل ده كده. بدخله على فرن سابق التسخين على حرارة 200 في الرف المتوسط لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي ده. انا بسيبه بقى كده لحد ما يبرد خالص، وبزينه تاني يوم، ما بحبش اشتغل فيه خالص اول يوم. بجيب بقى معايا شوكولاته خام كده دارك وشوكولاته خام بيضه، وبدوبهم كده في الميكروويف او على حمام مائي، وبحط على كل واحده معلقتين زيت. بقلبهم كده كويس، وبجيب البيتي فورايه كده بحط فيها من جوه كده شوكولاته. وبعد كده بغطسها في الشوكولاته وفي المكسرات. انا معايا هنا المكسرات فستق مجروش وبندق مجروش وفرماسيل ملون، وبراحتكم استخدموا المتوفر عندكم. بصوا شايفين لحد ما يطلع معايا كده كله بالشكل الحلو ده. بجيب الصينيه اللي هقدم فيها وبقدمه كله بالشكل ده. وصفه حلوه جدا اكتر من رائعه بمنتهى الامانه، ان شاء الله باذن الله هتجربوها وهتبقى وصفتكم المعتمده. كل سنه وانتم طيبين.